تامر عبد الحميد طلع قال رسميا قبول النادي الزمالك تبرع 800,000 جنيه من رجل الأعمال طارق يوسف. ايه المشكلة في اللي انا بقوله؟ مفيش مشكلة في اللي انا بقوله بالنسبة لك، مفيش مشكلة في اللي انا بقوله بالنسبة اللي بيسمع ومش عارف مين هو رجل الأعمال طارق يوسف. مين طارق يوسف؟ اعرفك انا مين طارق يوسف. طارق يوسف ده يا جماعة مقاول، بالبلدي كده مقاول. وبكرة هفكركم بإن مناقصة أرض أكتوبر هترسي على شركة طارق يوسف. ما أصل الحداية مش بترمي كتاكيت يا جماعة. ما تقنعنيش إن واحد كده طلع كده فجأة وراح ادى النادي 800,000 جنيه من غير ما يستفيد بأي حاجة. مفيش حد بيدفع 800,000 جنيه، مش عايز اقول لابنه ولا حد من عيلته، من غير ما يستفيد منه بحاجه. تخيل بقى ان انا رايح ادفع 800,000 جنيه لنادي الزمالك، ابقى دافعهم ليه؟ تبرع ايه؟ احنا اتعودنا بقى بيجري في دمنا فكره ان انت لازم تبقى مضحوك عليك، وان ده ابن النادي، وان ده كيانه وعيشته وحياته، عايش عشان الكيان ده ما ينهارش. من امتى الكلام ده؟ طب هما ال 800,000 جنيه دولت ما اتدفعوش ليه؟ لما 3 لعيبه راحت عملت شكاوى في الاتحاد الدولي عشان مش واخدين فلوسهم. هو ليه ال 800,000 جنيه دولت ما اتدفعوش من فتره لما كان النادي الزمالك عنده مشكله ماليه مع المدرب بتاعه واتعمل عليه حجز وحظر في الفيفا؟ اشمعنى دلوقتي؟ خلي الايام تثبت صحة كلامي وهطلع اقولها لك ان ارض 6 اكتوبر قصب الزمالك رست على شركة طارق يوسف المناصر اللي كان تبرع للنادي الزمالك النهارده ب 800,000 جنيه. ما اصل ما ينفعش ان هي تتقال عليها انها تبرع، ما ينفعش يتقال كلمه رشوه. كلمه رشوه دي اصلها صعبه شويه، فاحنا ناخد الفلوس نفك بيها زنقتنا ونقول انها تبرع.